انسي بقى من بعد الفيديو ده اللي انتي تعملي الكيكة الرواني، الكيكة الجامدة التحفة دي، وتطلع معاكي فيها اي مشكلة. شايفين الجمال وشايفين قد ايه طالعة هشة وشايفين جمالها بجد تحفة. انسي بقى من بعد الفيديو ده ان انتي يطلع معاكي اي مشكلة في كيكة الرواني. يعني هتعمليها وانتي مغمضة عينك في 10 دقايق كده، ما بتاخدش معايا اي وقت. انا مش هطول عليكم، بس قبل ما ندخل نشوف الطريقة تنزلي دعميني باللايك والاشتراك. يلا بينا يا حبايبي نشوف طريقة كيكة الرواني السهلة البسيطة دي. يلا بينا. اول حاجة نصلي على الرسول ونقول عليه افضل الصلاة والسلام. معايا بولة فاضية، تمام يا حبايبي. واول حاجة هنزل في البولة الفاضية باول كوباية من الدقيق. تمام، ركزوا معايا عشان تقدروا تعملوا احلى كيك. ومعايا كوباية تانية دقيق عادي. تمام، يبقى انا كده نزلت بكوبايتين دقيق عادي. الكوباية التالتة كوباية سميد بسبوسة. تمام كده لحد دلوقتي. الخطوة اللي جاية هنزل ببيكو باودر. تمام. بعد كده حبايبي، بعد ما ضفت الباودر على الدقيق على السميد البسبوسة، هنزل برشة ملح بسيطة قوي. وبعد كده هقلب كل الحاجات الجافة دي في قلب بعض. تمام. يلا بينا بقى نخش على الخطوة اللي جاية. الخطوة اللي جاية معايا شفشق خلاط فاضي عادي. تمام. بعد كده هضيف في قلب شفشق الخلاط اول كوباية من الزيت. واهم حاجة عشان الكيكة تطلع معانا مظبوطة، اهم حاجة تبقى الكوبايات كلها مقاس واحد. دي حاجة مهمة اوي. بعد كده معايا اول كوباية من السكر. انا هنا مستخدمة كوباية ونص من السكر. لو انتوا ما بتحبهاش مسكرة اوي او مرضى السكر، يبقى كوباية او كوباية وربع. بعد كده معايا 3 بيضات نزلت بيهم كده في قلب الخلاط. لو البيض صغير يبقى 4، لان البيض ده هو اللي بيساعد ان هي تبقى هشة وخفيفة. بعد كده معايا علبة زبادي بلدي عادي. وبعد كده معايا باكو فانيليا بطعم البرتقال. تمام. بصوا بقى الحركة اللي جاية اللي انا هعملها دي. انا هنا معايا كوباية مية عادية من الحنفية، ولا هي دافية ولا اي حاجة، مية عادية خالص. وضفت فيها باكو فروتي. تمام. وقلبت كده الفروتي في قلب المية لحد ما يدوب. تمام حبايبي. وهرجع اضيفه فين؟ على بقية المكونات اللي موجودة معانا في الخلاط زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. وعلى فكرة لو انتي مثلا مش حابة الفروتي، ممكن تستخدمي في الخطوة دي كوباية لبن او كوباية عصير برتقال فريش. وبعد ما ضربنا الحاجة السايلة كلها في الخلاط، ضفتها على المكونات الجافة اللي معانا. بعد كده حبايبي خدوا بالكم قوي من الخطوة دي، وانا بقولها في كل الفيديوهات بتاعتي. انا بقلب الكيكة هنا اتجاه واحد. دي خطوة مهمة قوي. مينفعش نقلبها ولا شمال ولا يمين، لان الحركة دي. تمام. بص انا هنا ضفت 3 معالق كبار من البشر، بس بعد ما قلبت الخليط شوية كده. تمام. شايفين لحد دلوقتي التفاصيل سهلة وبسيطة ازاي؟ يعني اعمليها كده تنفع معانا داخلين على رأس السنة. تعمليها كده لأولادنا كده نتلموا بقى وناكلها كده في سهرة حلوة كده في رأس السنة. بصوا بقى الخطوة اللي جاية. انا هنا معايا الصينية دهناها زيت وموزعاه في الصينية ورشة دقيق ورشة سميد بسبوسة. تمام يا حبايبي. بعد كده هضيف خليط الكيكة السائل في قلب الصينية. وبالمناسبة الصينية دي انا مستخدمة تالت قالب في قلب الطقم الصواني اللي انتوا حضراتكم شايفينه ده. ده المقاس التالت عندي. وكده حبايبي بعد ما طلعتها من الفرن، بسم الله ما شاء الله، حاجة بجد تحفة. ما خدتش معايا وقت خالص عشان انا قايده الفرن قبليها بشوية. لازم الفرن يبقى جاهز، وقبل ما نضيف اي حاجة لازم نختبر الكيكة بتاعتنا بسكينة زي ما حضراتكم شايفين كده. شايفين قد ايه هي طرية؟ بصوا بقى الخطوة اللي جاية انا هعمل ايه. انا هنا كان عندي شربات. الشربات هنا خفيف مش تقيل. ببدأ اوزعه كده. انا هنا الكيكة مش بسقيها شربات بنسبة 100% زي البسبوسة وزي الكنافة، لا حاجات خفيفة كده. تمام زي ما حضراتكم شايفين. وهنا معايا شوية بش هبدأ اضيفهم كده ازوق وشها كده زي ما حضراتكم شايفين. بجد قد ايه ما اقولكوش يا جماعة، ريحتها طالعة حلوة قد ايه. بجد يستاهل اللي انتوا تجربوها. شايفين الجمال؟ هي اساسا بتحكي عن نفسها من جمال. عشان تقدري تعملي كيكة حلوة بالشكل ده، كيكة الرواني دي من احلى الكيكات اللي انا بحبها. في نفس الوقت اهم حاجة لازم تمشي بنفس الخطوات اللي انا عاملاها عشان خاطر تقدري تعملي احلى كيكة. طبعا كده يا حبايبي احنا وصلنا لنهاية الفيديو. متنسيش تدعميني باللايك والاشتراك، وهستنى رأيكم بألف هنا.